الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. قد تأتي الملائكة تتصور بصور رجال إلى الرسل، سواء صور رجال معروفين أو غير معروفين، فيتصورون أحيانا بصور رجال معروفين. كان جبريل يتصور بصورة دحية الكلبي، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معركة الخندق، وقد رابط المسلمون عند الخندق أكثر من 20 ليلة، فلما دخل صلوات ربي وسلامه عليه على عائشة وأراد أن يغتسل وأن يبعد عنه لأمة الحرب، يعني لباس الحرب، تقول: فإذا بمناد ينادي خارج البيت: يا رسول الله اخرج إلي اخرج إلي. تقول عائشة في نفسها: طيب هذا وقته؟ الرجل الآن واصل من حرب ويريد يرتاح، ورجل عمره جاوز 50 وربما اقترب من 60، والآن تخرجونه، ما جعلتموه يرتاح. تقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت أنظر من فتحة الباب، من هذا اللي يعني جاء وقطع على النبي صلى الله عليه وسلم راحته؟ تقول: فجعلت أنظر من فتحة الباب، فإذا دحية الكلبي راكبا على فرس، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف تحت الفرس، ودحية يقول: أو قد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إني ما رجعت الآن إلا من طلب القوم. يعني إن قريشا لما هربت جعلت أتبعهم حتى طردتهم عن المدينة تماما لئلا يفكروا في الرجوع، وإني خارج الآن إلى بني قريظة. ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته حتى يفصل الله الحرب بينه وبين عدوه. وضرب الفرس وراح. كيف دحية يقول هالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دحية الصحابي عادي، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رجعت إلا الآن من طلب القوم، ما ينبغي أن تضع لأمة الحرب حتى يفصل الله بينك وبين عدوك. تقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ لأمة الحرب ولبسها وأراد يخرج. يا رسول الله إلى أين؟ قال: هذا جبريل جاءني يأمرني أن أخرج إلى بني قريظة. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا، قد أدب ربي